في وقت من الاوقات بما انك جاي من الكوميكس اللي هو انت تقريبا مسيطر تماما على تكوين الكادر وبتوصف هو فيه ايه. يعني انا بفترض ان الرسام في الكوميكس اقرب للمصور، ده حقيقي. في حين ان الكاتب في الكوميكس هو اوثر، يعني كل اللي حاجه، هو الكاتب والمخرج والممثل. فلما نقلت اللي هو اللايف بقى سيناريو، يعني ما فكرتش تخرج؟ بصراحه بفكر فيها جدا، بس خايف منها جدا. لان انا يعني طول الوقت انا عندي اصلا رؤيه، يعني بيبقى عندي رؤيه اخراجيه. يعني انا لما بشوف الحاجه ببقى عاوز، لا دي المفروض تتعمل كده، لازم يعمل كذا، مش عارف ايه، بس في الاخر هو المخرج. وانا شخص مؤدب، يعني لو ببقى قاعد ساكت. بس طبعا انا نفسي اخرج، هتجنن واخرج. وانا ليا تجربه اخراجيه على فكره، عملت فيلم فعلا؟ وثائقي. اوكي. اخرجت فيلم وثائقي اسمه كوميكس بالمصري. شفتوش ده والله. مش لا ما اخرجت فيلم وثائقي اسمه كوميكس بالمصري، موجود حتى على اليوتيوب، اوكي. عن تاريخ القصه المصوره في مصر من ساعه ما بدات في الثلاثينات والعشرينات لحد الله، لحد دلوقتي. حلو ده. كان له بادجت قوي يعني. فانا كنت مستمتع جدا. والتجربه الاخراج بقى الوثائقي، انت كل حاجه. يعني انا اللي كنت بمنتج، وانا اللي كنت بصور، وانا اللي وان كنت مان شو. بتكلم بالظبط كده.